ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول ما ابدا اقول ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، واقول لكم خمسه 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 حبايبي. النهارده هنعمل ايه؟ طقم ستريد قشر السمك بالفستانه، عشان كذا حد سالني عليه. عايزين نشوف الطريقه وانت بتعمليها. طبعا انا مش قلت بعملها لكم عشان ايه ما حدش يزعل مني يعني. انا اليومين اللي فاتوا دول كنت شغاله على شغل تاني، بس خلي بالكم ان التل بيهمد شويه عقبال ما تظبطيه، عشان خاطر ايه؟ تعملي بالظبط اللي انت عايزاه. ما انا بقول لكم التل بيضايق شويه، بس بقى كل حاجه برضه فيها شقه يعني احنا مش اي حاجه فيها روحه، كل حاجه فيها شقه يعني. الحمد لله. طبعا انا كده لازم اظبط التل من عندي واريح ايه الدنيا. هعمل زي نص متر التل، نص متر يعني مقام ايه؟ شبرين وزياده، يعني شبرين زياده عن شبرين، عشان طبعا الفستانه اللي هتنزل عليه. انا طبعا ايه الدوران دوت التل دوت عرضه 3 متر، العرض بتاعه 3 متر، فانا هقطع على 3 اجزاء اهو، 3 اجزاء، عشان اخليه مكنش معايا ايه وشكله جميل. انا جايبه هنا طول اكتر من 3 متر، انا جايبه 3.5 طول، بس انا جايباه عشان استخدم الباقيين لحاجه تانية. بس هو طقم السرير بيستخدم يعني مترين. قسمت انا كل نص متر على 3، يعني عشان يدينا العرض بتاعها 3 متر، هيديني 3 و3 و3 9 متر. طبعا هكنش ال9 متر دول كلهم. طبعا انا معايا الجزء الاولاني ده، انا نسيت اقص الحته اللي تحت. طبعا هاخد ده ودوت الحمهم في بعضين كلهم. خليكم معايا اهو، بصوا موضوع شغل الملي المفكوك ده مقرف مقرف. عامله واحد تاني برضو عشان ما اجيش في الوقت ده واقوم واقفه.
هوصل الحته التانيه فيها عشان يدوني معايا 9 متر. خليكم معايا. انا عايزه كنشت الملايه تبقى معايا 9 متر بالطول. كده انا حضرت اهوت 9 متر طول معايا. اجي انا بقى ايه، ده متر قشر سمك جنجار، متر اهو، متر. مش هاخد من عند من عند المتر، مش هاخد من عند المتر خالص. القص بتاعي عندنا هنا ايه، المتر ونص. ماشي، خليكم معايا ومركزين مركزين معايا. هرجع تاني اقول مش هاخد القص بتاعي من عند المتر، لا هاخده من عند المتر ونص. هطبق المتر ونص كده، العرض بتاع المتر ونص هطبقه اهو، هطبقه كده واخد الحته اللي انا عايزه اعملها فستانه اهي. اهي الحته اللي انا عايزه اخدها اعملها فستانه اهي، بتاع شبر ونص. ماشي، هناخد كمان حته تانية عشان ايه تبقى كبيره معايا اهي. وهقص كده، هطبق حتتين وهقصهم، هوريكم برضو دلوقتي. انا خليت الجزء التالت دوت للخداديات اهو اهو. خدت بقى الطبقتين اللي عندي هقصهم اهو من الحته المقفوله. هاجي من الحته المقفوله وافتحها. ماشي، انا قصيت حتتين اهو، بقت كل حته معايا متر ونص، يبقى هما كلهم معايا ايه، حتتين 3 متر. هفردهم مع بعضيهم كده واسويهم وافردهم مع بعضيهم اهو اهو. في حتت زياده، انا طبعا هاخد الحتت الزياده دي هقصها عشان لما اجي اقصهم ما يبقوش ايه، عاملين معايا. ماشي، هاجي هنا بقى ايه، اطبق الحتتين مع بعضيهم. الحتتين مع بعضيهم هتنيهم على 4 حتت، على الحتتين اهو. هاجي من هنا، انا عايزاكم بس ايه تبقوا معايا اهو. هاجي من هنا واقوم واخده ايه، الفستانه بتاعتي اهو اهو. مش هرمي دولت على فكره، الزياده اللي بتطلع دي مش هرميها عشان ممكن استخدمها لاي حاجه، لاي حاجه معايا، مش هسيبها يعني ارميها. اصبحت معايا ايه، الحتتين عملتهم فستانات. هاجي هنا بقى ايه، هقوم مخيطهم على ايه، على بعضيهم. ركزوا معايا ها، عشان نبقى مركزين مع بعضينا، عشان محدش يقول لي انت ما فهمتناش صح ولا كده. انا اهو كل حاجه بقولها لكم مرتين. اصبحت ان انا لحمت الاتنين في بعض اهم اهم، لحمت الاتنين في بعضيهم اهو، بقوا هم عندي اهي فستانات 4 فستانات اهم. ماشي، هاجي بقى انا اعمل ايه، طبعا انا عايزه اركب الطل على ايه، على الفستانه اللي انا عاملاها. هاجي اخلي الحته اللي انا مخيطاها دي من تحت. ركزوا معايا وخليكم مركزين معايا. خدت انا اهو الطل اهو، خدته اهو، اثبته في بعضه كده.
ثبته في بعض. واجي بقى انا اعمل ايه؟ كرانيشي. معايا 9 متر، 9 متر بحالهم. اكرنش بقى زي ما انا عايزه عشان اطلع المفرش زي ما ايه، ما الكتاب قال. على فكره انا مش بزعل على فكره، عشان في خياطين بيكلموني في التليفون، واحنا انا بنخاف يعني ايه نقول لك يعني هو بيبقى انت عايز كام متر بنكسف منك والكلام ده. لا، كان جوزي الله يرحمه بيقول لي حاجه حلوه قوي: بيموت ابن ادم ويتقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم نافع يتعلم بيه الناس، او ولد صالح يدعو له. الحمد لله، الحمد لله. انا عايزه اللي عندي ربنا احسن من اللي عايزاه في الدنيا. لازم نمشي بالراحه عشان قشر السمك تقيل، عشان تعرفوا برضو ان دي مش ايه، ده مش عايز غشوميه على المكنه قشر السمك، عشان ما يكسرلكيش الابره ويبوظ الكروشيه. طبعا المكنه لما بتيجي تعملي عليها حاجه تقيله بتحسيها ان الكروشيه بتاعها باظ، عشان ما حدش يدعي عليا يقول انتوا بوظت لنا المكنه. اديني بقول لكم اهو بالراحه وانتوا ماشيين على القشر السمك بالذات. عشان انا مش سايبه حاجه ولا قايلها لكم اهو، يعني وانتوا بقى بتتفرجوا كده ما تقول يعني دماغكم ما تسرحش وتنسوا بقى اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس وكل حاجه. اديني اهو بقول لكم. يا رب ايه يصلح حالكم كلكم، حالي معاكم يا رب. يا رب يصلح حالي وحالكم ان شاء الله. حالكم انتوا الاول وبعدين حالي وراكم. ربنا يصلح حالنا كلنا يا رب، اللهم امين. القصه دي كل ما تزودي لها الكورنيشه بتاعتها، الكرانيش بتاعتها، كل ما بتكون اجمل في شغلها، وانتوا هتشوفوا بعد كده. يعني ما تجيش واحد تقول لي ايه ده، لا 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 ده صعب، صعب عمايله. لا، كل حاجه في الدنيا مش سهله وانت بتعمليها، كل حاجه صعبه، اكل العيش كله صعب. بس يا حلاوه اللي ايه، اللي دماغه تشتغل ويجدد شغله، ما يسيبش نفسه كده. كل ما يكون معاه شغل جديد كل ما هتلاقي الاقبال عليه كتير. وفي قصه تانية برضو اللي هي حته واحده دي، برضو هاجي اشتغلها ان شاء الله وقوم اعملها لكم معايا برضو.
عارفه الطول ده طول ما انت بتدي فيه يعني تديله كشكشه اكتر، كل ما بتكون عايزه اكتر يعني ايه، انا برضه على قد ما اقدر بهدي. احنا هنعمل الملاية النهارده في فيديو والخدادية في فيديو، لان الفيديو كده لو انا عملت الاتنين في بعض يبقى كتير، هيبقى كبير قوي. فهخلي ده فيديو وده فيديو عشان تبقوا عارفين. انا هخش مساحة كبيرة قوي في الفيديو برضه. لان هو بياخد كتير برضه مش قليل. بتسرحي مع الكورنيشة بتاخد منك كتير برضه، عشان انا سرحت بقى، لخمت معاكم وسرحت وكشكشت كتير قوي. عشان انا لما بكون قاعده من غير فيديو صراحه بركز، لكن بالفيديو بسرح. بصوا انا خدت بتاع متر تاني زياده. فكرتني بالغساله النهارده، انا عامله الغساله اللي عاملاها واخده 10 متر طول الدوران بتاعها. هو مش وحش، بالعكس هو بيبقى مدي منظر جميل، بس طبعا بيبقى تكلفه بقى، مش عايزين نكلف احنا برضو ايه، لان ما يبقاش على كتير على الزبونه وعلينا في نفس الوقت. ماشي، كمل بقى، كمل الحته الفضله دي. نكشكش بقى احنا ايه زي ما احنا عايزين، عشان احنا معانا حته كبيره متر الحيوان. بس انا ايه ما تكلمنيش ايه. عايزه بقى اعمل ايه؟ طبعا في كورنيشه بقى طبعا كده على ايه، على الفستانه، لان احنا مش هنسيبها كده يعني، ومش هنجيب كلف، لان الكلف هتبقى مكتره معانا قوي 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 فوق ما تتصوروا، تكلفه جامده جدا. احنا مش هنعمل كده.
هاجي انا بقى ايه واخده ايه كده، بصوا زي ايه كفه الايد كده، ماشي. اهو برضه قصت كام ايه، كام حته كده. ادي 4 حتت، هعمل يعني بالظبط كده 6 حتت، ماشي. ماشي اهو معايا 6 حتت. هاجي برضو اعمل زي ما عملت في الكورنيشه التانية، هعمل في دي برضو، هوصلهم في بعضيهم. بوصل كل الشرايط اللي انا قطعاها في بعضيها، ماشي. هاجي بقى هنا اعمل ايه، بص الفستانه اهي، اهي على الوش اهي الفستانه، باجي من هنا واقوم ماشيه الخياطه بتاعتي عليه.
حته تانية اهي. احنا خدنا 3 حتت، كده يبقى 4. كده احنا خلصنا الكورنيشة. عندنا بقى ايه الفل اللي بيتحط. طوب الفل ده فيه 45 و50، مش كله يعني. اهو ده اسمه ورد الفل. ورد فل، ورد فل. وفي انا عارفه انتوا قاعدين دلوقتي بتقولوا ايه، بتقولوا ايه الشغل ده كله. هو كده، هو الطقم ده كده.
كده انا عملت الطقم اهو. احط بقى الاسترس هنا وعلى الحرف. كده احنا عملنا تمرين الملاية الصناعة 2.5. على فكرة الملاية دي كمان اكبر من اللي احنا بنعمله، بس احنا هنعمل على الجنب ايه اللي هو اللي 240 2 متر و40. هنفرد الملاية من عند الجنب 2 متر و40. ماشي. خلصت انا كده، وحطيت كمان الاسترس على حرف التل. طبعا انتوا عارفين كلكم ان الاسترس بيتقص على حتتين ويتحط على حرف التل، مش محتاج يعني ان انا اعرف دوت، لان ده معروف. ماشي. هاجي انا بقى ايه اخد طرف الملايه، هاخد طرف الملايه من هنا اهو كده، همشي على حرف الكورنيشه، على حرف الملايه من تحت، حرف التل وحرف الملايه من تحت، عشان ابقى ماشيه زي ايه، زي المسطره اهو. وافرد معايا بقى. هي متعبه شويه، بس لازم نمشيها كده، نتعب فيها شويه عشان لغايه ما ايه نعرف ان احنا نتعلم فيها كويس. همشي كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا. همشي كده معايا نفسي كده، واقوم ايه فرده دي الملايه من تحت، وفرده التل عليها، عشان اعرف ان هما ماشيين الاتنين سوا بعضيهم، سوا واحد. امشي ايه زي المسطره عليها، ما تبقاش حته كبيره وحته صغيره، ولا حته ايه ان انا بقى في الاخر اجي بقى ازهق واقوم ايه مفتحه تاني. الحتت بتاعت الخياطه اللي انا خيطتها امشي عليها تاني. يعني انا بصي ماشيه بالظبط على حرف الملايه. انا قلت لكم هي الملايه دي متعبه شويه، بس معلش لازم نتعلمها طالما انتوا عايزين قشر السمك. هكشكش سنه صغنونه قوي، سنه صغنونه، لان انا قصيت متر ونص في قشر السمك، متر ونص ومتر ونص اداني 3، فلازم بقى ايه اكشكش سنه صغيره قوي عشان خاطر الملايه ما تبقاش مفروده معايا ولا شكلها ايه مش حلو. يعني ايه سنه صغننه قوي عشان اكثر الشده بتاعت قشر السمك. هو بصي هو متعب، بس بيطلع في الاخر خرافه، خرافه زي يعني المفارش اللي في السوق، لا ما تجيش فيه حاجه. مش شكرانيه برضو في شغلي، دي اخر مره بقول لكم مش شكرانيه في الشغل والله لا، بس كل حاجه بنتعب فيها بنديها حقها. امشي برضو على ايه، بمشي طول ما انا ماشيه مع الخياطه بتاعتي، امشي على طرف الطول من تحت. انا عندي فاصله هنا في الملايه، ماشي، خليكم برضو واخدين بالكم معايا. الكسره بتاعت الملايه كلها من هنا، طبعا انا موصله قشر السمك من هنا ومن هنا، ماشي. هتبقى معايا في زياده، انا عايزه اكشكشها عشان تبقى ايه الكسره بتاعتي اللي انا عاملاها في قشر السمك تيجي على كسره الملايه.
يعني اكشكش الحبه دولت عشان تيجي على دي الكسره دي تيجي مع الكسره دي، ما يبقاش شكلها برضو ايه مش حلو. مع ذلك انا بفك سنه عشان خاطر امشي على الكسره بتاعت الخياطه بتاعتي. فممكن تقولوا لي لا 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 لا، احنا مش، احنا ايه واحنا ايه اللي هيتعبنا كده ونعمل فينا كده اهو. ماشي، ما هو مش كل حاجه برضو سهله، احنا عايزين الحاجه تطلع قدامنا مسطره وحاجه نبيع فيها، واحنا عارفين ان كل الناس بتطلبها. تبقى نعمل ايه؟ نمشي الحاجه زي ما احنا عايزينها، مش اي شغل وخلاص. عشان كده انا بقول لكم قشر السمك مميز من كده. في ناس بقى ما بتحبش تعمل عشان خاطر الهيلمان ده كله والتعب اللي هم بيشوفوه ده كله، بس معلش، هو مطلوب، شغله مطلوب، فما اقدرش ان انا اوقف شغله. هو بيتعبني وكل حاجه، بس ما اقدرش اوقف شغله برضه لان هو مطلوب معايا. هو انا والله لو قلت لكم ان دراعي بيخدل منه مش هتصدقوني، بس والله دراعي بيخدل منه. بس بقى بيعز عليا ان في ناس بتطلب الحاجه وانا اقول لهم ما اقدرش اشتغل فيها والكلام ده كله. لا، ما هو اكل العيش مش هقول له لا برضه. ربنا مديني نعمه، عمري ما هقول لها لا. لكل مجتهد النصيب زي ما بيقولوها. يعني انت تعبي هتلاقي تعبك برضه، هتلاقيه في يعني حاجه مميزه بتعمليها، هتلاقيه في كل حاجه والله. انا بقيس هنا برضو الاقي عندي ايه هنا كوبري كتير قوي. انا بكشكش بقى برضو في الكميه اللي فاضله عندي، بكشكشها مع الملايه وانا ماشيه. هو بقى قشر السمك التاني اللي هو الزهري اللي بتشوفوه على الفيديوهات دوت، ده شغله اقل من ده بكتير قوي. يعني شغله بسيط، مش هتتعبوا فيه زي ما ده بيتعب فيه كده. التاني شغله بسيط عن ده خالص. التاني برضو اعمل لكم فيديو بيه واعرفكم ان هو انتوا هتشوفوا الفرق بعينيكم ان هو شغله بسيط عن ده خالص. ان انا بفرد في حته معايا كده هكشكشها وانا ماشيه. اصل هي الملايه 240 العرض بتاعها 240، فطبعا الزياده دي في طبعا ناس سريرها بقى ايه 180 180 في الكوبري. طبعا الكوبري ده ملوش دعوه احنا بطول السرير. طول السرير اي سرير مترين الطول بتاعه، لكن العرض ده انت بقى اللي بتعرفي في ايه. الملايه عندي كبيره قوي هنا بتاع 3 متر. انا بقى عندي زيادات اهي، هفضل طبعا ايه امشي بيها وانا مكشكشاها الحته الصغيره دي.
برضو طبعا بعد ما بطلعها من تحت المكنه بشوفها مستويه معايا ولا ايه، عشان ما تبقاش ايه في حته مش مستويه، بضطر افك الحته واعدلها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو لغايه دلوقتي كل حاجه ماشيه معايا تمام، ماشيه تمام معايا. انا بضايقني قوي حته ان انا بحط بس الكمشه على الملايه دي اللي بتخنقني. نيجي بقى هنا، ده في المسك في حاره المزين التوب ب 160 جنيه، بيعمل طقمين سرير بس. انا بحطه على الملايه اهو، وبمشي برضو بالراحه جدا عليه عشان هو خاطر فيه برونز. البرونز ده ممكن يختل الابره، فبحاول امشي على مهلي خالص، على مهلي خالص عشان الابره ما تتكسرش معايا. طبعا ساعات الطوب بيدونا مش زي ما هما بيقولوا بالظبط، لا. فطبعا ناقصه ورده، انا عمري ما همشيها من ناقصه ورده ابدا، لازم انا اكملها عشان خاطر انا مش يعني مش زي ما الواحده بتيجي بتطبخ طبخه حلوه بيبقى ناقصها التوابل، بتسيبها ما تحطش التوابل ولا لازم تحطها. فطبعا الملايه عمرها ما همشيها كده ناقصه ورده ويبقى شكلها مش حلو. هاجي بقى من الناحيه التانيه برضو ايه
هاكد على الورده، انا مش هعملها من ناحيه واحده واسيبها. مش من ناحيه واحده واسيبها، خليكوا عارفين برضه عشان نبقى ايه ماشيين مثبتين عليها. تمت بحمد الله. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، والله العظيم طقم خرافة خرافة. بسم الله ما شاء الله، والله أكبر. بصوا ولا مفرش العروسة، والله أنا بظلمه لو قلت مفرش من المفارش اللي في السوق، والله بظلمه. بص الجمال، مش كل حاجة بنتعب نفسنا فيها، بنلاقي فيها زي الواحد اللي بيزرع زرعة ما بيجي بيحسدها بيلاقيها جميلة. نفس الكسر اهي، والله العظيم في منتهى الجمال. هو ايوه حبة متعب بس في منتهى الجمال اهو. انا عملته لكم كده بقى اهو اهو. طبعا بقى ايه الخدادية هعملها برضو ايه، هعملها في فيديو وهوريها لكم. يعني ده فيديو لوحده، والفيديو اللي بعد ده على طول الخدادية. ما ننساش بقى لايك واشتراك وتفعلوا الجرس وتشتركوا معايا في القناه عشان تكبر، وحياة الحلاوه الجميله دي. واكتبوا لي بقى في التعليقات متعب ولا سهل، ايه يعني تعبت فيه ولا انا بالنسبه لي سهل. وانتوا هتتعبوا ومش هتتعبوا، والله العظيم هتتعبوا، مره تتعبوا ومره لا، وتبصوا في الاخر تلاقوا كل حاجه طالعه من تحت ايديكم تحفه. يمكن تطلع من ايديكم تحت ايديكم انتوا احسن من تحت ايدي انا، والله العظيم. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، انتوا واحنا يا رب.